طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، دي شجرة واحدة اهي فيها اللهم بارك يعني، دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وادي الناحية التانية دي تسعة، ادي 10، وادي اتنين اهم وراهم 11 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة زراعة أونلاين، معاكم المهندس محمود آدم. إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا على زي ما حضراتكم شايفين طبعا على البتنجان. طيب عملنا إيه ومشينا إزاي، خطوات بتاعة برنامج التسميد إيه وبرنامج الرش إيه عشان نوصل للمرحلة دي كلها كده. طبعا ما شاء الله اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين كده كمية الإنتاج. طبعا الانتاج دوت ما جاش من فراغ. طبعا احنا برضو ما صرفناش كتير، بس في نفس الوقت جبنا بفضل الله انتاج زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني كل الخطوط كل الشجر اهو لو فتحنا كده كل الشجر بعضيه اهو اهو، كل الزرع ما شاء الله فيه انتاج وفيه خير يعني ما شاء الله تعالى. بصوا كده. طيب برنامج التسميد بنمشي ازاي؟ ما بنسمدش طبعا كتير، كل 4 ايام 5 ايام تسميدة فوسفور مع بوتاسيوم مع ازوت او عشرينات او اي صنف. طب بالمناسبة عشان بس نتكلم على ده ايه دوت نتيجة تغذية الحشرات العنكبوت الاحمر والتربس، عشان برضو لو حد شافها في ارض عنده يكون عارف ده سببها ايه. تمام. طبعا مع غلو الاسعار وارتفاع الاسعار والاسمدة المبيدات، الموضوع ما كانش زايد يعني. احنا ما صرفناش كتير، كل اللي احنا بنشتغل بيه كل 5 ايام تسميدة نترات نشادر مع بوتاسيوم مع فوسفور. بنجيب طبعا ما بنجيبش سلفات، بنجيب حاجة فيها نترات بوتاسيوم زي 6 6 43 12 0 42. كل الحاجات ديت بيبقى فيها نترات بوتاسيوم، او 5 0 40 دي نترات بوتاسيوم صافي. طبعا بنسمد كل زي ما احنا قلنا كل 5 ايام تسميده. في وسط التسميده دي بنسمد مره مغنيسيوم مع حديد، وبنسمد مره منشط جذور علشان برضو الجدر من تحت يشتغل معانا. كان العامل الاساسي عندنا او الاساس عندنا اللي اشتغلنا عليه كان اللي هو موضوع الرده. يعني بنحط سماد بلدي بياض يعني لو ممكن نشوف برضو اهو دي الرده اهي، سماد البلدي اهو، وبنرد عليه من ناحيتين وبنزود ميه مع اول رده، وبنشتغل عليه طول الموسم بحيث ما يصرفش معانا عليه تسميد زوتات ولا الفوسفور طبعا مع غلو الاسعار. وبرضو عملنا الناحيه التانيه برضو اهو، بصوا ده نفس الوضع اهو، حاجه تبارك الله. ده كده منظر النباتات، ما صرفناش كتير وفي نفس الوقت جبنا انتاج بفضل الله تعالى. وبنجمع كل 10 ايام كل 15 يوم. طبعا ما شاء الله البتنجان فيه اسعار كويسه، فربنا يحسن سوق يا رب ان شاء الله. بالنسبة للرش الفطري برش كل 10 أيام كل 15 يوم رشة على البياض الدقيقي. طبعا أكتر حاجة بتأثر على حاجتين، البياض الدقيقي ده فطري، والحشري العناكب برضه هنتكلم عن المواد الفعالة اللي بتجيب في العناكب. مركبات البيض دي بقى ايه؟ زي مثلا توبسين. الماده الفعاله طبعا هقول مواد فعاله بلاش اسمها تجاريه برضو عشان الناس ما تتوهش وما تلاقيش الحاجات دي. سيفونات المصايل، دايفينوكونازول، تيبوكونازول، بروبوكونازول، كل دوت مركبات بتجيب في البياض دي نتيجه كويسه. بالنسبه بقى لاكتر حاجه بتاثر على البتنجان هي العنكبوت الاحمر. ده كده شكل التغذيه بتاعت الحشرات بتاعت العنكبوت الاحمر، بيبقى لونها باهت كده من فوق، وبعد كده لو قلبنا ورا الناحيه التانيه بنلاقي فيها حشرات من تحت هنا. يعني لكم ما تظهرش قوي في الكاميرا بس ايه، هي دي برضو نشوف اهو لو شفنا شويه كده يعني يمكن ظاهره شويه اهي. العنكبوت الاحمر ظاهر على قمه النبات من فوق، وده مظهر العنكبوت الاحمر. طيب بنشتغل على ايه في المواد العنكبوت الاحمر؟ بنجيب فيه 5 مواد فعاله بتجيب نتائج ممتازه في العنكبوت الاحمر، اللي هي البيردابين والاسيكلونوسايل والبنفازات
دول اشهر 3 مواد بتجيب في العنكبوت الاحمر، سواء بيض او عذرة او حشرة كاملة. لو اشتغلت بيهم كل 5 ايام رشة من دول، الموضوع هيبقى معاك مختلف باذن الله، ومش هتلاقي فيه عندك اصابات كتيرة بالعنكبوت الاحمر، خصوصا في البتنجان، لان هو اكتر حاجة بتأثر فيه العنكبوت الاحمر. وده كان فيديو سريع كده على انتاج البتنجان في ظل غلاء الاسعار.